مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الفيديو الجديد الخاص بتوقعات حالة الطقس بالجزائر والأيام القادمة. أمطار وزخات رعدية متوقعة خلال يوم السبت 25 من أفريل. أمطار متوقعة بعين وصارة ببسعادة وجلفة والسطيف وقسنطينة وبجية والجزائر العاصمة وتبسة وخنشلة وباتنا وبريكة وعين وصارة ومستغانم ووهران وسيدي بالعباس والمشرية. أجواء غير مستقرة كذلك بباتنا وخنشلة وتبسة وقسنطين وسوق راس وبجية والجزائر العاصمة ووهران وتلمسان ومعسكر وغليزان وعين دفلة وتبازة. خلال يوم الاثنين 27 من أفريل استمرار الأجواء الغير المستقرة على الولايات الوسطى والشمالية الغربية والولايات الشرقية الجزائرية مصحوبة برياح قوية، يجب توخي الحيطة والحذر وتجنب الوديان والمنحدرات. وبخصوص التوقعات الموسمية خلال بداية من شهر ماي، هناك أمطار موسمية قد تسجل بعد الزخات الرعدية القوية في بعض الولايات الوسطى والشمالية الغربية للبلاد. وحسب آخر تحديث للنموذج الأوروبي، هناك أمطار وزخات رعدية بإذن الله على الولايات الغربية والولايات الشرقية الجزائرية، مع تراجع لدرجة الحرارة فوق المرتفعات الجوية التي قد تعطي بعض التساقطات المطرية المحلية القوية. وهناك رياح ذات طابع عاصفي تحت هذه العواصف الرعدية. إلى هنا نصل إلى ختام النشرة الجوية الخاصة بتوقعات حالة الطقس بالجزائر والأيام القادمة. فالمرجو من المشاهدين والمتابعين الأوفياء لقناة طقس الجزائر لا تنسوا الاشتراك بقناتنا ومشاهدة الفيديو حتى الأخير ليصلكم كل جديد.